ومين يصدق ان الخيار ده معمول في اقل من 24 ساعة؟ اه والله العظيم في اقل من 24 ساعة. يعني لما تضرب في دماغي اعمل بطاطس سوري وما عنديش خيار، وانا بقى ست ايه اقتصادية. طب بصوا سامعين التكة؟ والله العظيم حاجة كده تحفة. وكمان ما كلفنيش حاجة خالص، يا دوبك ب10 جنيه خيار عملت البرطمان ده. ويلا بينا. هعمل معاكم الخيار السريع، بس كالعادة قبل ما نبدأ الفيديو هنشوف سؤال حلو كده نستفاد منه. السؤال بيقول: من هو النبي الذي ما زال حيا حتى الآن؟ اللي عارف الإجابة يكتب في الكومنتات. ويلا بينا نرجع لوصفتنا. معايا خيار أي كمية بقى انتوا تحبوها. أنا بحب أجيب الخيارة الرفيعة اللي هي الناشفة شوية، ده بيفرق جدا في طعم الخيار وفي ان هو ما يكونش طري معاه. تمام، هحط معاه 4 قرون فلفل من اللي هم الحراقين. وده مش هيفرق في طعم في الحرقان الزيادة بقى، على قد ما هيخلي طعمه ايه حلو. يعني الناس اللي بتخاف من الحراق حطوا برضو الفلفل الحامي. هجيب الكمية اللي معايا واغسلها كويس جدا وانشفها واركنها كده على جنب. وهجيب حلة احط فيها 5 كوبايات مية. اي كوباية بقى، اللي هو المج العادي بتاع الشاي ده، 5 كوبايات. وعلى كل كوباية من المية هحط معلقة من الملح. واحفظوا المقدار ده يا جماعة لأي مخلل هنعمله. الملح المظبوط كوباية من المية عليها معلقة من الملح. تمام. ولو انتم وصلتم معايا لحد هنا ما تنسوش لايك وشير. عايزين الصفحة كده تكبر بيكم. هزود برضو 5 معالق خل. هرفع المية على النار ولما تغلي هجيبها كده على الرخامة وانزل بالخيار. ما تخافوش وما تقلقوش، الخطوة دي مهمة جدا وهي اللي هتسرع من تسوية الخيار وهتاكل مخلل. واوعوا طبعا تحطوا الفلفل طبعا مش هنحطه، احنا هنحط الخيار وهنقفل عليه غطا الحلة. هنسيبه حوالي ساعتين، وبعد ساعتين هيبقى معانا باللون ده. لونه غير بقى، شكله زي الخيار المتخلل خلاص، اللي بقاله كام يوم او 4 ايام او 5 ايام. حد يصدق ان الخيار ده بقاله ما جابش لسه 6 ساعات؟ هو ده المنظر المطلوب. وهنا بقى هنجيب البرطمان اللي هنحط فيه المخلل الخيار. هنعينه بقى خلاص فيه، هنرصه كده زي ما انتوا شايفين. وبصراحة الكمية دي كانت اقل من كيلو، وانا كنت استخدمت منه كمان. وده اللي اتبقى مني قلت احطه في برطمان واعينه بقى في التلاجة. بصراحة الطريقة دي سهلة ومنجزة وسريعة. يكفي ان انا مش هكلف نفسي واروح اشتري خيار مش حلو ومهري ومش عاجبني لمجرد ان انا محتاجاه. وهنا بقى هضيف فص توم فتحة 2 علشان يدي الريحة. ريحة التوم بتبقى حلوة في الخيار. ويا جماعة الخطوة دي اختياري مش اجباري ان احنا نحطها. وهنحط ورقتين من ورق اللورة او ورق الغار. وهنزل بالمية اللي احنا اصلا كنا سالقين فيها الخيار او مدين له نص تسوية. وانا بالامانه زودت هنا شويه خل لان انا بحب الخل، بس هي ما جاتش هنا ايه في الفيديو. وهقفل كده بستريتش راب. وهقفل البرطمان. واصلا انا من قبل ما اعبيه كنت استخدمت منه وحياة ربنا. فدول اصلا الحبه اللي اتبقوا كده. يبقى خلصت معاكم الفيديو. اشوفكم على خير، مع السلامه.